يا صباح الفل عليكم. النهارده قمت من النوم، وديت الاولاد المدرسه، قلت اعمل لهم حاجه حلوه كده على ما يرجعوا، حاجه مفيده ومغذيه وكمان عشان تزود وزنهم. فقلت اعمل حلى الموز بالحليب والنشا، حاجه كده طعمها تحفه، لذيذه جدا وكمان مغذيه جدا للاطفال، كمان حبوها قوي بعد ما كلوها. يلا بينا تابعوني لاخر الفيديو علشان اقول لكم انا عملتها ازاي. كان معايا هنا حوالي 4-5 موزات، كانوا رايحين يسودوا مني، او حتى لو كانوا سودوا انا برضه كنت هعملها. اي موز عندك حسيتي خلاص ان هو هيسود، هنبتدي نعمل بيه حالة جميل جدا ومفيد ومغذي. معايا هنا 3 كوبايات من اللبن. طبعا هجيب هنا الخلاط وهبتدي احط اللبن في الخلاط، وهجيب الموز حوالي 4-5 موزات كده. اي موز عندك حسيتي ان هو هيسود منك او يسود خلاص هنبتدي نستخدمه، وكمان هبتدي اقطعه قطع صغيرة وهضيفه في الخلاط. وكمان هضيف عليه حوالي 3 معالق او معلقتين من النشا. عايزة اقول لكم الطريقة دي فعلا جميلة جدا وكمان سريعة ومش مكلفة. وهبتدي اضربهم في الخلاط. طبعا لو حابين نضيف سكر هنضيف، لكن انا شفت ان الموز كان مسكر لوحده فضفت حوالي معلقة بس. كمان ممكن ما تضيفيش خالص لو الموز مسكر قوي. وهرفعهم على النار، هبتدي اقلب حوالي بالظبط 7-8 دقايق بس. اول ما يبتدي النشا ياخد المفعول وكمان يبتدي يتقل معايا هنزله من على النار، لكن لازم نقلب تقليب باستمرار علشان النشا ما يكلكعش معانا. بدون فانيليا وبدون اي روايح. عايزه اقول لكم ريحه الموز ابتدت تطلع، خصوصا لما اتحطت على النار. ريحه الموز بقت مركزه جدا. عايزه اقول لكم ريحتها جدا شهيه، جميله جدا. يعني انا وبقلب فيها ريحه الموز طالعه كده جميله جدا. انا هنا بعد ما ابتدت خلاص تتقل معايا هبتدي خلاص اسيبها تبرد شويه. وهنا طبعا هجيب حوالي كوبايه من السكر، هبتدي اقلبها على النار لحد ما تتكرمل معايا. واول ما السكر يتكرمل وخد اللون التحفه ده هجيب كوبايه من الميه عليها معلقه من النشا وهدوبهم وهنزل بيهم على الكراميل زي ما انتوا شايفين. في الوقت ده هوطي على النار، هسيبهم كده يتقلبوا شويه مع بعض. هيديني صوص الكراميل التحفه جدا الجميل اللي احنا بنجيبه من بره غالي. انا عملته بكوبايه من السكر. طبعا انا هستخدمه للتزيين من فوق وهيديني كمان شكل وطعم وريحه جميل جدا مع مهلبيه الموز اللي انا عملتها. وهنا ابتدى الخليط بتاعي، مهلبيه الموز اللي انا عملتها ابتدت تبرد شويه. هي ما بردتش قوي لكن انا هغرفها على كده. عايزه اقول لكم يعني جميله فدا، يعني ما كنتش متوقعه ان الريحه والطعم يبقى جميل كده. الموز بقى مركز، كمان ريحته بقت جميله وتحفه، وكمان الملمس والطعم جميل جدا. على فكره الخلطه دي تنفع جدا للاطفال والرضع كمان بدون اضافه سكر، هتبقى جميله جدا. الاطفال حبوها وكمان الكبار حبوها. هنا هبتدي اغرف زي ما انتوا شايفين كده، هسيبهم يهدوا شويه يبردوا شويه وصغيرين. بعد كده هبتدي ازينها من فوق. انا هنا سبتها تبرد شوية كده صغيرين علشان اللي انا هزين بيه الكراميل كده ما يختلطش بالمهلبية الموز اللي انا عملتها. هنا طبعا بعد كمان الكراميل ما برد هبتدي اجيب معلقة على الوش كده من فوق، هحاول اني اوزعها كويس كده. عايزة اقول لكم الطعم واللون والريحة ملهمش حل. ما كنتش متوقعة ان الطريقة دي او الوصفة دي هتطلع بالجمال ده. طبعا هنا بعد ما حطيته من فوق بالشكل ده هسيبها كمان تبرد في التلاجة حوالي نص ساعة. بعد كده هكون طبعا مقطعة موز، ممكن تضيفيه من فوق بالشكل ده، هيدي شكل وطعم جميل جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها، طريقة جميلة جدا، طريقة جميلة كمان لإعادة استخدام الموز. يعني لو اسود او اي حاجة منك بدل ما ترميه هتعملوا منه وصفة جميلة جدا، وكمان هتوفري، وكمان اولادك هيحبوها جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك وكمان كومنت جميل منكم.